بسم الله الرحمن الرحيم. وايد المرضى يسألون شنو الفرق بين ناظور الكلية والناظور المرن؟ شنو استعمال كل واحد؟ بصورة عامة كل ما كانت الحصاة أكبر حجمها نميل لاستعمال ناظور الكلية. ثقب عبارة عن فتحة بالجلد نوصل مباشرة للكلية سواء 5 ملم أو 10 ملم. الناظور المرن عادة نستعمله حالات معينة، مثلا الحالات اللي ما نقدر نوصلها بناظور الكلية العادي. بعد الحصات الصغيرة، الحصات الأقل من 20 ملم وأقل من 15 ملم فما دون، 20 ملم فما دون، هاي يفيدها الناظور المرن. أحيانا تشوهات بالكلية، تشوهات ولادية مثل حدوة الفرس، حدوة يسمونها الكلية حدوة الفرس، وبها حصو. أحيانا ناظور الكلية مرات يوصلها مرات ما يوصلها. هاي الحالات يكون الناظور المرن مثال إلها. هاي الحالة اللي تشوفوها هسه هي مثال لمريض عنده حصوة في يعني كلية حدوة الفرس، وبالناظور المرن وصلنا لها وصايرة بقاع الكلية، وبالتفتيت تشوفوه بالليزر. واخيرا اتمنى الصحة والعافية للجميع. استشارة الجراحة البولية دكتور علا محمد الكواز.